لله جل يدي والخلق ما بدني وساقني فوق ما عند السليدين لراد في البار أعدائي ولي تسموا والكل فيما مدى كان يعطيني منزل الدنا ودائي ومنزل السماء والدواء حمدا لمنزل الدنا ودائي ومنزل السماء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء ثم على من حيث مس سامرت يبرى بلا بد وفاز بالخير محمد طبيبنا الحكيم أزكى سلام ربنا الكريم والآل والصحب ذوي الخلائق متى جزوا الأسام للشفاء هذا وإني اليوم سوء جاي مبتغيا أمن المجيب داعي وأستكي إليه ما من الضرر قد مسني حتى أراني مهتدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاغفر لنا بداية خير العالمين الأكرمين ثم بيمن رمضان الأسمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عزيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي معنا وتجاوز عنا وانزلا يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من شر النعم وامننا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له الأمر الورى يا شافي أنزل شفاءك مكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل العلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا عاجلا ونجهم وعافهم وتب بهم ولا تؤاخذهم بكسر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لتغفر يسرون قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلصص الجوارح أبلاهم لأقبح القبائح فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولو هموه بالذي لا ينفعك يا الله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن الغيوب وأغرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين طرا لنا أقلا فنكفى ضرا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم عافهم غدا واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين زاهدين واجعل جميع الزاهدين ناسين واجعل جميع الناسين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين وأغرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وديرا وآخرنا بحبهم لوجهك وآخرهم بحبنا فنسلك واجعل جميع إخوتي ونسبي
في رحمة اليوم ازدداد النصب واجعل لنا هنا وحنا عزا ساعدة تفضلا فنحصى وهب لنا مكارم الأخلاق مع التهافت بلا شقاق واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على التوادد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباغض ولا تنافر حتى نسير مسلمين خاشعين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين خير عافية واهمي وهل وكفنا عن مسلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام من الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المرغوب والأغراض محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآله مع الصحاب الكرماء ما أفلح المسرور بالدعاء ووفي المريض باستشفاء يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق من لبى الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وأخلصا لنا شفاء وفلاح بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى بإذن ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى لله جل يدي والخلق ما بدني